استذكرت هيئة الثقافة والفن في مقاطعة الجزيرة وعدد من الفنانين والمثقفين في مدينة قامشلو الفنان الكردي الراحل محمد شيخو خلال فعالية في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في الذكرى السنوية 36 لرحيله. بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت عدة كلمات أشارت إلى ما تركه الفنان محمد شيخو برحيله من إرث فني غني. وباسم عائلة محمد شيخو ألقيت كلمة من قبل شقيقه الفنان بهاء شيخو، وقال إن محمد شيخو كان نموذجا للفن الكردي وأخذ مكانه في قلب كل كردي. واختتم الحفل بمجموعة من الموسيقى قدمت من قبل فنانون لإحياء ذكرى الفنان محمد شيخو على ألحانه وكلماته. أقمنا فعالية اليوم في الذكرى السنوية 36 للفنان الراحل محمد شيخو هنا في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، ونحن نقيم فعالية استذكار له في مثل هذا اليوم من كل عام. لذلك نحن كهيئة الثقافة وأعضاء مركز محمد شيخو أقمنا هذا الاستذكار لنحيي أغانيه. هذا اليوم الذي أحزن الشعب الكردي بأكمله، صوت الفنان محمد شيخو سيكون في مسامعنا دوما لأننا لا ننساه. مثلما بقي أثره في هذه الحياة بقي أثره في قلوبنا أيضا.